السلام عليكم. حي الله منيانا، حي الله ابهاتنا، حي الله قادتنا. البارحة حلمت بيدتي، لا أبشركم خير، اللهم اجعله خير. تقول يدتي أول يوم كنا صغار كان عندنا أحلام كثيرة ونبي أحد يحققها لنا. قلت لها يدتي حتى احنا عندنا أحلام كثيرة ونبي أحد بعد يحققها لنا. قالت عيل بس تعال أوصيك وصية، أبيك تروح الحين تدور بالبيت العود منو اللي حقق لنا أحلامنا. وأنا بصراحة مريت على 5 بيوت وهذا البيت الأخير اللي هو البيت السادس. بس قبل ما أقول لكم عن أحلامنا خلوني أقول لكم إيش صار وياي لما دشيت البيوت اللي مريتها. صلوا على النبي. شفت بيت عجبني وايد وقلبي خفق عنده، وعلى طول بطلت الباب ودشيت. شفت ابوي الشيخ خليفة آل نهيان من نسل زايد، محبتك بقلوب الناس كلها والله ثم والله ما حد عليها يزايد. بهرت العالم، اي والله بهرت العالم كله بتطوركم. برج وناطحات واخرتها اكبر سجادة بالعالم اللي جمالها زايد. كريم والكريم وافعالك الطيبة تذكرنا برحمة الله عليه ابونا زايد. يا راعي النخوة، يا راعي الشهامة، صحيح الناس كلها تحبك بس ترى حبك بقلبي هالايام زايد. وبعدها سلمكم والله شفت بيت لونه احمر بابيض، وبصراحة هالبيت شد انتباهي وارتحت له، وعلى طول بطلت الباب ودشيت. شفت ملك كريم ومتواضع والخير يشع دوم من داره، حكيم وحكمته توزن بلد وكل تحقق بوضح يوم انه تعنى ووصل داره. ما شاء الله عليه فارس وصقار، وين تلقى مثله يسوق طيارة. ما شاء الله عليه فارس وصقار، وين تلقى مثله يسوق طيارة. هذا أبوي الملك حمد آل خليفة، هذا اللي طيبته وانفتاحه خلت عقول كثيرة محتارة. والناس من كثر حبها لك يا ملك قامت تدعي لك الليل كله ونهاره. وبعدها وانا امشي شفت بيت من البيوت الستة حلو ولونه اخضر وعليه مصفرة. تقول الصراحة شوفت هالبيت تشرح الصدر، وتوني ابطل الباب وله تهب علي نسايم الورد والطيب ودهن العود، وانورت الدار بوجودك يا صاحب الكرم والجود. خوفك على الوحدة العربية وقرب ديرتك في الطفرة الحضارية، وللثقافة والعلم بنيت جامعة ما شاء الله تحفة علمية. وهذه أفعال رجال ثابتة ما يبيلها شهود، وتساعد الكثير وتعفو عن كثير، والله يا إن شعبك فيك اليوم محسود. هذا بالشهامة والحكمة ليه ذكرنا التطور والنهضة نشوف تحت مكتوب اسمه أبوي الملك عبد الله آل سعود. هذا بالشهامة والحكمة ليه ذكرنا التطور والنهضة نشوف تحت مكتوب اسمه أبوي الملك عبد الله آل سعود. تحييك الكويت، اي والله تحييك الكويت كلها، ولو ما طيارتك سبقتني كان بدعنا لك مشي للحدود. وبعدها شفت بيت الله على بابه خنجر من ذهب. شوفت هالبيت ترد الروح، وعلى طول بطلت الباب ودشيت. شفت ابوي جلالة السلطان قابوس صاحب النظرة المستقبلية
والأمر عند أبوي السلطان قابوس واحد أبد والله ما يصير ثاني. وشخصية أبوي السلطان فريدة، ليش؟ لأنه يحمل أحلى وأجمل وأسمى المعاني. يا صاحب العدل والحق، مو غريبة لو حبتك الناس كلها، الغريبة أنك للجميع أب روحاني. وبعدها طال عمركم شفت بيت لونه أبيض بعناي، وارتاح له قلبي وايد، وعلى طول بطلت الباب ودشيت. شفت شيخ الناس كلها تحبه، والكل بعد إيله عاني، وشفت التطور والانفتاح عنده، وشفت مناسبات حصلت ما شفتها بمكان ثاني. سألت عنه بيت، وسألت الناس كلها واحد ورا الثاني، وين الشيخ؟ اللي يقول بعيني، واللي يقول بقلبي، واللي يقول لي تراه ساكن وجداني. تدرون طلع منو؟ طلع السمي أبوي الشيخ حمد، من دار العز دار آذاني. والبيت الأخير، يا البيت الأخير، ترى هذا البيت بيتنا اللي صدق محيرني. فتحت الباب، شفت شيخ من كثر حرصه على الوحدة والترابط والتطور ذكرنا بابونا جابر رحمة الله عليه بزمانه. شفت شيخ من كثر حرصه على الوحدة والترابط والتطور ذكرنا بابونا جابر رحمة الله عليه بزمانه. شيخ معروف بالعدل والكرم، ولو شنو تحط بالميزان أبد ما يميل ميزانه. هذا هو أبوي الشيخ صباح اللي محيرنا بحبه وحنانه. هذا هو أبوي الشيخ صباح اللي محيرنا بحبه وحنانه. وإذا تبون تعرفون عنوان بيته الحين، نعم الحين أدليكم عليه أنا. ترى يا جماعة الخير، هذا بيته، وهذه غرفته، وهني مجلسه ومكانه. والله والشاهد الله، لو يقولون من يفدي أبوي الشيخ صباح بروحه لأصرخ وأقول أنا.